كشف الفاضل التوم نائب رئيس الهلال السوداني حقيقة تقدم نادي الهلال بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد النادي الأهلي بسبب تجاوزات لاعب المارد الأحمر عقب مواجهة الفريقين في الجولة الثانية. جماهير الأهلي تطالب الإدارة بالانتفاض ضد الهلال السوداني بسبب الشناوي ولطفي نائب رئيس الهلال: اعتذرت للشناوي ولم نتعمد إقامة مباراة الأهلي. عصر حقيقة شكوى الهلال السوداني للأهلي، وقال التوم كان هناك بعض التجاوزات بالفعل من لاعب الأهلي ضد بعض المسؤولين الذين تواجدوا في ملعب المباراة، لكن الهلال رفض تقديم أي شكوى ضد النادي الأهلي حفاظا على العلاقات التاريخية بين الأشقاء. وتابع: هناك أمور تحدث بشكل طبيعي في كرة القدم، وما حدث عقب نهاية اللقاء لا يجب أن يعكر العلاقات بين الأشقاء في ظل العلاقات الطيبة التي تجمع بين الشعبين المصري والسوداني. وأكد أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف من الوارد أن يتخذ عقوبات ضد لاعب النادي الأهلي، لكن الهلال السوداني لن يتقدم بأي شكوى. تصريحات رئيس الهلال السوداني. وفي وقت سابق علق هشام حسن السباط رئيس نادي الهلال السوداني على فوز فريقه أمام النادي الأهلي في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات بطولة الدوري أبطال إفريقيا. وقال السباط في تصريحات للمركز الإعلامي بناديه: الفريق كان في الموعد وحقق المطلوب، والانتصار على الأهلي المصري هو بمثابة رد اعتبار لنا ورسالة قوية نضعها في بريد من يستهدف الهلال ويحيك له المؤامرات بالانحياز. وشدد السباط على أن مسيرة الهلال ماضية ولن تتوقف، وأن المجلس عازم على استمرار الفريق في البطولة بقوة والتأهل إلى الدور القادم وتشريف الكرة السودانية. وتمكن فريق الهلال السوداني من الفوز على النادي الأهلي بهدف نظيف في لقاء الجولة الثانية من جولات دور المجموعات الإفريقي ليحصد أول 3 نقاط في المجموعة القوية التي تضم الهلال والأهلي وصن داونز والقطن الكاميروني.